لحظة رح نبدأ نقايض هاي البراي لحد ما نوصل بيتهم بالإمارات ونوزعه على المحتاجين. يلا نبدأ. السبب يا جماعة لأني بدي أسوي هيك شيء لأنه وقت ما كان عمري 7 سنين سمعت قصة لشخص أمريكي ظل يقايض ملقط ورق لحد ما وصل لبيت، ومن وقتها يا جماعة وأنا عم أحلم إني أسوي هذا الشيء، ولكن إني خلي رسالته سامية أكثر بإنه بعد ما نوصل للبيت نبيعه ونوزع مصرياته على المحتاجين لأهلنا بكل الدول العربية. رح وزع يا جماعة مصريات البيت مش لحالي، إذا بدكم رح وزعه مع كل اليوتيوبرز الموجودين هون بالوطن العربي، طبعا إذا بدكم هذا الشيء. Hi brother, how are you? I want to ask you, can you swap this sharpener with me for something more expensive? ومن البداية يا جماعة ما حدا عم يقايضني، ولكن اجى شخص وقايضني بقلم، ولكن ما كنت عارف يا جماعة انه بهذا القلم رح ارجع لورا الصفر. تخيل مو شغال؟ مو شغال؟ ايش سويت؟ اجت عنا الشرطة. أيوة. بعدها مباشرة اجانا السكيورتي ومن اولها مصايب، فلهيك توجهنا من الجهة الثانية بالمنطقة، ومن اول شخص سألته قايضنا على درهم. فانت شو بتقدر تقايض على شيء اكثر اغلى من القلم؟ عندي درهم. درهم؟ حبيبي هاي القلم. واللي ما بيعرف يا جماعة في عندنا قانون بالتحدي بيقول انه فينا نقايض الاشياء على مصاري، بنرجع نشتري بهي المصاري اشياء ثانية ونقايضها، بس طبعا بالمبلغ اللي قايضنا فيه فقط. مباشرة بعديها يا جماعة شفت شباب ما في منهم وقايضوني على اغلى. حبيبي كل شيبس يا جماعة. حبيبي شكرا والله. قديش سعر هذا وضح؟ 10 درهم. وسعره غالي واكثر من 10 درهم. سجلوني معكم في المسابقة. مسابقة مين يا عمي؟ انا بدي تسجلني معك بالمسابقة. اي مش مسابقة، عم بعمل سلسلة على اليوتيوب انا لحد ما اوصل البيت، فشو في شيء اغلى من كيس الشيبس تقدر تقايضه معه؟ عندي صحيح، عندي لك فيب. وكان رح يقايضنا على الفيب يا جماعة، بس الفيب ما بنصحكم فيه، مش منيح ابدا الفيب، فما رح قايض عليه. المشكلة بك الشغلات تبعتي، انا بدي اعطيكم الشغلات تبعتي. القانون الثاني يا جماعة بالتحدي بيقول انه ما فيني قايض على اشياء مش مريحة او مش مفيدة. Hi brother, could you swap it with me for something more expensive a little? I have that. اوكي. والشخص اللي بعديه كمان بده يقايضني على فيب. يا عمي انا ما بدي فيب، رجاء فيب ما بدي اعرف انا بس شو قصة الفيب معكم. تعالوا نشوف هذا له عضلات. Excuse me brother, I want to ask you, could you swap this sheeps with me for something more expensive? Nothing is coming to my mind right now. I have something inside. Let me get it. اوكي. بعدين سألت شخص وخبرني انه ممكن في شيء جوا عنده يقايضه معي. يا جماعة تحمسنا هلا. الله. اوكي. هاي اغلى؟ اوكي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو دير. وقايضت بالفعل، بس ما كنت عارف صراحة شو سعره، وخايف يطلع اقل من الشيبس. هون المنطقة فاضي، خلينا نروح على مكان في ناس اكثر. خلونا نشوف سعره على النت يا جماعه قد ايه هذا مشان اعرف قد ايه بدي بيعه. سعر المنتج هذا 15 درهم، بس لا الحمد لله يا جماعه طلع سعره 15 درهم، يعني اكثر ب5 دراهم تقريبا. انا بفوت على اماكن الالعاب يا جماعه لان هون انا بمكان قريب بلكي يعطوني شيء لعبه، فاهمين علي كيف؟ وفتت على اماكن الالعاب مشان طبق استراتيجيه استعطاف الاولاد الصغار. بمزح وبدأت بأول شخص، طبعا أنا نسيت يا جماعة المقايضة وبدأت أشرح له السلسلة. Excuse me, I want to ask you, could you swap? وبعد ما يقارب الساعتين بس يعني إنه هيك كثير. I can give you something. Okay, no problem. Thank you so much. I'm so sorry. طلع ما معه شيء، وكان بودي صراحة إني شلحه البوط تبعه وخليه يرجع حافي على البيت، وكمان طلعت لي وحدة صينية. وبعد ما حكيت ما يقارب الساعة يعني، بس إنه هيك. You understand the idea? قال ما عندها شيء، ما عندها ولا فكرة، ما عندها شيء. اعطيني شوي، اعطيني، ما عندك العاب، اعطيني شيء لعبة بس. وسألت وفتلت وكنت حابب العب صراحة، بس معنا فيديو يوتيوب لازم اخلص تصوير يوتيوب شو بسوي فيه. وسألت يا جماعة بعدين بنت وامها، وكنت على شوي رح اخذ لهم الجزدان وقايضه، بس ما زبطت معي. Excuse me, could you swap this with me for something more expensive? I'm doing a serious interview. I've seen this before. You don't have anything to swap it with me. اوكي. بدي معك ما بعرف، واحد اعطاني شكرا كثير، شكرا. ثانك يو. سألت بعديها شخص وطلع كمان يوتيوبر، وقلت هون هلا رح يعطيني شي كاميرا او يقايض معي، وكمان ما طلع معه شيء. ولكن يا جماعه بهي اللحظه اللي كنت عم احكي فيها مع الشخص اليوتيوبر كنت مقابل محل عطورات هاي، ومحل العطور في شخص بيشتغل فيه كان واقف برا، وخبرني انه راح يقايضني بس بشرط واحد. انا على هاي بس تعملي دعايه للكيس. اوكي يا جماعه، سكس برفيوم دبي هلا راح يعطونا علبه العطر، راح يقايضوا معي على هاي، حنعمل لهم نحن اعلان مقابل ما يعطونا علبه عطر. بالعطر على علبه. ثانك يو حبيبي، شكرا حبيبي، تشرفت فيكم والله. زبطت صار معي عطر، بس ما كنت عارف انه بعلبة العطر هاي راح يصير معي هيك. فرحنا ناكل لانه كثير جعنا، خلصنا وانطلقنا نكمل بحث عن ناس ممكن تقايض. ولقيت شخصين ارتفع عندي الامل بس شفتهم اديله الساعه، ولكن طلعوا ما بيقدر يقايضوا الساعة.
يا جماعه المنطقه هون للاسف كثير مشدد عليها يا جماعه، في كثير سكيورتي حوالي، بصور هنيك منعوني. والمنطقه اللي كنا عم نصور فيها يا جماعه كان التصوير ممنوع فيها. بحاول الاقي طريقه يا جماعه اصور لكم بدون ما يحس السكيورتي علي. كانوا عم يلحقوني بالمنطقه مكان، تخيل السكيورتي عم بتطلع فيي. فرحت غير المنطقه وبدات اسال ناس واسال، ومقايضه علبه العطر بلشت تسكر معي. ويا جماعه سالت اثنين، كل شيء كان رح يتغير معي بالثاني. انتوا في عندكم اي شيء ممكن نقايضه علبه العطر؟ سياره والله لا يا زلمه، بس طلعوا عم يتسلوا ويمزحوا. فرجعنا كمان غيرنا المنطقة وبدأت اسأل من جديد، وحتى القوارب. حدا ببدل معي؟ يا جماعة بدل معي؟ بلكي حدا هيك اجت لي يقايضني من فوق Excuse me? Could you swap this with Очень хорошо. А можно то же самое? اوكي انا ما شلطني يا جماعه غير هذا الزلمه، انا احكي وهو عم ينصت لي، فكرته هلا راح دغري راح يقايض عبيد، طلع اخر شيء مش فهمان شيء، ما بيحكي انجليزي. وسالت ناس كثير وسالت وحاولت، والحراره كثير كانت مرتفعه بوقتها وما حدا قايض معي، ووقف التحدي عندي عند علبه العطر. ولكن انتم بتعرفوا مجد مستحيل يوقف عن هدف لحتى يوصل له، وعد. واجا اليوم الثاني. طبعا هذا اليوم يا جماعه كان في حدا من وجه الصبح عم يلاحق بيتي ولقاه جورج. في شخص يا جماعه عمل نفس السلسله تبعيتي حرفيا، وصل على بيتي، وحسيت انا بشعور البحث، حدا يبحث عن بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم جورج، اعطوه سلام. جاهز؟ والله جاهزين. طبعا جورج يا جماعه انا كنت بعرفه شوي بايام الايفنت اللي صار اول السنه، بس اجى على دبي مشان يلاقي البيت تبعه ويقتحمه، فقلت ليش ما بخليه يعني يساعدني بسلسله المقايضه، وبالفعل انطلقنا. جورج خبرني انه استاجر سياره جديده، فانا صراحه مش عارف شو السياره. شو ما شاء الله يا برو، ما شاء الله اياه هي شو فكر هذا يعني؟ اسمع شوف صوت هاي بتعملهاش. اكلنا ومريت يا جماعه من المكان اللي كنت ساكن فيه بالشارقه. اول ما بلشنا رحلتنا من الصفر لفنان مشهور، يا الهي والله الانسان بيتطور. بدانا رحلتنا باول السنه، وحاليا شوفوا نحن وين. اكيد يا جماعه ما كان سهل ابدا، وشكرا لكم كثير. وبدات عمليه البحث عن الشخص اللي راح يقايضنا، فبدانا باللوكيشن رقم 1 وسالنا فيه، بس ما طلع فيه اي حدا ممكن يقايضنا. What about my hotel key? فرحنا اللوكيشن 2 وكمان سالنا. يعطيك العافيه، كيفك؟ شو الاخبار؟ انا يوتيوبر عم اعمل فيديو على اليوتيوب. فكره الفيديو انه مشكلة جالس افكر شو اللي عندي بالسيارة حاليا. انا anything. بدك سيارة؟ لا كيف راح ارجع فيها؟ كان بودي اخذ له السيارة تبعيته، بس ما معه شيء طلع. لو قايض على سيارته والله منيح. وكمان اللوكيشن رقم 2 طلع كثير ناشف، فغيرنا وصرنا باللوكيشن رقم 3 وسالنا فيه. وكمان هذا اللوكيشن فيه سكيورتيز كثير، وما عرفت اصور صراحة، وباي لحظة ممكن يعني يجينا السكيورتي ياخذوا الكاميرا. كيف الشباب؟ شو الاخبار؟ كيفكم؟ عم نصور فيديو على اليوتيوب. فكرة الفيديو انه الحين اغلى ما املك يعني صراحة. اوكي لو قايضتني برفقاتك والله كنت قبلت. وكملت اني اسال وبدات احس يا جماعه صراحه انه علبه العطر مستحيل تتقايض، حاسس حالي عم بشحط وحياه ربنا. وللاسف كمان اللوكيشن رقم 3 طلع فاشل. يا جماعه اللوكيشن هذا خلص. يا جماعه انا بهي السلسله بدي اكون معكم حقيقي 100%، وبدي فرجيكم هذا الشيء قد ايه صعب. مش سهل ابدا انك تقايض شيء بشيء، وانا موجود بدبي يعني في ناس كثير معها مصاري، ممكن ناس تساعدك وكذا، بس كثير صعب. وعلبة العطر وقفنا عندها، بس بالنهاية رح اوصل وبوعدكم. واجا اليوم اللي بعديه. طبعا بهذا اليوم بدأت افكر بشيء خارج الصندوق، لأنه صراحة اني اروح اسأل الناس وحاول قايض معهم فكرة مش هينة ابدا، وكثير صعب. وكانت بالبداية ناجحة، ولكن هلا صارت الاشياء تثقل، مو اي حدا ممكن يقايض معك. حاخذ الموبايل تبعي وانشر ستوري انه انا بدأت بسلسلة مقايضة. صباح الخير يا جماعة، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. انا عامل سلسلة جديدة على اليوتيوب، ان شاء الله يا رب تتقايض معنا يا جماعه يا رب. نشرت اي ستوري، انقذوا لي فكره المقطع يا جماعه، واللي بحب يشتريها مني واشتري فيها شيء وارجع قايضه. حطيت انا ب 70-80 درهم، وانتظرت وبعد ما يقارب النص ساعه من نشر الستوري اجتني رساله من شخص بده يقايض معي يا جماعه على شغله كثير مرتبه وسعرها $300. يا جماعه في شخص بعث لي هلا، مو بعرف اذا عن جد عم يحكي، قال لي انا بيجي لعندك بدل بنينتندو سويتش. دقيقه خليني ابحث. والله غالي نينتندو سويتش. شايفين يا جماعه الفيديو؟ حتى يا جماعه تسجيل صوتي، اسمعوا معي. هي حاجة كويسة، بس يعني أنا ما استعملته صار لي سنتين. بس مشكلة إنه أنا هلا رايح مع الفاميلي وبعد 20 مينت
على ابو ظبي. بدك بعد اسبوع بدل لك اياه وهو كويس يعني، حقه اتوقع شي $300. ولكن طلع الشاب بده يسافر مع اهله على ابو ظبي ومش موجود حاليا بدبي، فقررت اني انتظره يا جماعه لحتى يجي. مين هذا؟ الضاع بيسال مين هذا؟ صاروا $300. طيب اوكي خلص. ما انت سالت مين هذا؟ قولوا له مين. بس بتفاجئ انه بعد شوي بعث لي رساله وبيخبرني انه النينتندو عنده خربان. نينتندو كني ما اشتغل، حطيتها بشحن 5 دقائق وما اشتغلت. يعني خلص بدنا نحط على هذا الامل اكس. بس طلب مني اني ابعث له صور لعلبة العطر مشان يخبر صديقه بلكي قايض معي على شيء. انا صراحه حابب اساعدك، هو رفيقي عايش بدبي، ما تبعت لي بس فيديو عن العطر؟ ما بعرف هذا، انا مو مجربه، عطر مسكر يعني، اتوقع ريحته طيبه. اوكي خلي راح طيب هلا رح ابعثه لرفيقه وراح اشوف اذا ببدل. واجا اليوم الثاني وبعد ما مضت 24 ساعة من نشر الستوري ما في حدا بعث لي غير شخص واحد بده يشتريها مني ب$100. شكرا كثير له، شكرا عن جد. مع هذا الشخص تمام اللي حكاني وقال لي انا باخذها ب$100 لان عارف تعبك مو على شيء فاضي. حبيبي والله شكرا كثير. مرحبا يعطيك العافيه خيي. بالنسبه للمقايضه والله قفلت معي المقايضه، ما حدا قايض، ما لقيت غيرك. هلا انت بعثت لي انه تشتريها مني ب$100. اذا فيك تشتريها مني ب$100 حكون كثير ممنون لك. خبرني وين اللوكيشن تبعك، حكون عم صور فيديو كمان اذا ما عندك مشكله. اهم شيء بالفيديو يا جماعه هلا وصلني اشعار على الانستغرام. هلا صراحه انا بابو ظبي، خلص انت سهل لك انه تيجي على ابو ظبي. ابو ظبي يا جماعه، بس طلع يا جماعه بابو ظبي. انا بدي اعرف شو قصه ابو ظبي معي يعني، فبلشت افكر بطريقه انه كيف بدي قايضه بنفس الوقت ما اتعذب على ابو ظبي، لان ابو ظبي كثير بعيده عني صراحه. فبدات ابحث عن شركه شحن. طيب اجتني فكره يا جماعه. الو يعطيكم العافيه. اهلا. في علبه عطر بدي اشحنها من دبي لهون على ابو ظبي، فين تكون هي الخدمه؟ لا والله احنا دولي فقط. بس طلع الحل يا جماعه مع اخي وضاح، ولقالي شركه شحن بتاخذ الغرض من باب بيتي وبتوصله لعند باب بيت الشاب اللي حيعطيني $100، وعلى اول شحنه ما بياخذوا شيء. يعني احنا يا جماعه ما حندفع شيء من $100 تبعيتنا. هلا بعطيك انا معلومات البنك تبعيتي، حول لي عليها $100. هلا باخذ الحساب تمام، بس بده شويه وقت مشان ياكدوا عليه. اوكي شكرا كثير محمد، انا بانتظارك. عم انتظر يا جماعه توصلني $100 على حسابي. يلا يا مجد يلا. الحمد لله يا جماعه انه المساء كانت $100 واصله. رجعت يا جماعه هلا من الجيم تمام، فتحت الموبايل الحمد لله انه وصلوني المصاري. هي الرساله يا جماعه شايفين، صار معنا من علبة العطر ل$100. هلا يا جماعة راح نطلب حدا يجي ياخذ الغرض. فخلصت مباشرة من شغلي وانطلقت على أقرب مكنة وروح صرف $100. ننطلق هلا بالسيارة الفخمة تبعيتي. رجاء لا حدا يتمسخر فيها أضوية كمان. ها في كيف؟ حاول يا جماعة أصور وأمشي، بس تعرفوا إذا بتقع الكاميرا هايك الهواء يعني حرفيا. والمكان كثير كان بعيد حرفيا كثير. صار لي ساعة حرفيا يا جماعة هلا خلصت. يا إلهي. فوصلت على البيت يا جماعة، أكلت وجبتي وبدأت أبحث مباشرة عن شيء ثمين أقدر أشتريه ب$100 وأقدر أرجع قايضه على شيء غالي. عم شوف هي الساعة، ممكن هي ساعة أبل ب$100. وبعد بحث اكتشفت إنه بال$100 بقدر أشتري شفت كثير أشياء، ولكن أنسب شيء إنه نحن ممكن نقايض فيه يا جماعة، واللي هو موبايل. نعم $100 بيجيبوا لي موبايل، اكتشفت هذا الشيء. فبدي ادور على موبايل منيح ونظيف يكون، حاول ارجع قايض الموبايل على شيء اغلى. صباح الخير، بدي نام انا هلا. واجا اليوم الرابع، طبعا من الصبح بعثت علبة العطر، اكلت، خلصت الصور المصغرة تبع اخر فيديو، وكملت بحث عن الموبايل المناسب. وبعد بحث ما يقارب الساعة لقيت اكثر من موبايل وتواصلت مع كل اصحابه. بس اكثر شيء يا جماعة لفت انتباهي واللي هو ايفون 6s معروض ب$150. يا جماعة في امر كثير مهم بتمنى تسمعوا له. اي شخص او شركة بحسوا انه عندهم شيء ممكن يتقايض معي بالسلسلة، فانا رح كون كثير مبسوط فيه ورح قايض معكم. فاي شخص موجود بالامارات او بالخليج، بالسعودية، بقطر، وحتى ان كان بالوطن العربي، اذا الشيء محرز فانا رح روح وسافر وقايض معه، وانا ما حانسى هذا الشيء ابدا. ان اي شخص خلق ساعدني وقايض معي، رح تواصلوا معي كثير سهل، بس ابعثوا لي الشيء اللي عندكم اياه على حسابي على الانستغرام ورح قايض معكم ان شاء الله. وشكرا لكم كثير يا جماعه. هلا حكيت مع تبعت الموبايل تمام، بعثت لي فيديو الموبايل طلع تمام، فخبرتني انه بكره بقدر اروح اشوف الموبايل قبل الساعه 6. فتواصلت مع صاحبته وحاولت نزله، واخر شيء نزلت لي اياه $120. طبعا $120 خارج الميزانيه تبعيتنا، ومستحيل اقدر اشتريه ب$120. بس رح اتبع يا جماعه استراتيجيه ذكيه جدا رح تشوفوها بالفيديو. وتاكدت ان الموبايل تمام التمام، وقررت اني انزل اشتريه.
واجا اليوم اللي راح نشتري فيه، ففقت الصبح لبست أواعيي وانطلقت. هذا المبنى الدائري إذا عملنا عمليات بحث حواليه. وصلت على المكان، رنت لها وبدأت انتظر بالموقع المتفقين عليه، واجت وبدأت طبق يا جماعة الاستراتيجية تبعي. الاستراتيجية ببساطة انه فهمها الوضع تبعي وخبرها انه على 20 درهم هذول انت راح تخربي لي التحدي، وحاول استعطفها شوي، وهون جربت. We can make it on 100 because I'm making like a series on YouTube which is to start from sharpener. Now I have just 100. I can make it.